في حاجة؟ في حاجة؟ أنا لسه شايف جريمة قتل عندكم في البيت. يعني انت عايز تكلمني في ايه دلوقتي؟ أنا هروح أبلغ البوليس، ومش عارف قد إيه أنتي متورطة في القصة دي. انا ماليش دعوة يا ثابت. ما أنا لما أروح أبلغ هقول إني شفت الجريمة دي عندكم في البيت. ثابت ابوس ايدك ما تعملش كده. انت عارف ان ماما ممكن تروح فيها. اكيد في حل تاني. حل؟ حل لإيه؟ المصيبة دي. في حل تاني غير إننا نبلغ البوليس؟ هو أنتي بتفكري في إيه؟ انا ما اعرفش يا ثابت. انا مش عارفة. انا زيك بالظبط، انا مش عارفة اتلام على نفسي. ما هو أنتي فاهمة أنتي بتعملي فيها إيه؟ أنتي خليتيني أعمل عملية عمري ما كنت هعمل زيها. دلوقتي شاهد على جريمة قتل. سيبني لوحدي يا ثابت. هسيبك لوحدك؟ يعني إيه هسيبك لوحدك؟ يعني أنا المفروض دلوقتي أكمل حياتي عادي بعد ما شفت واحد بيموت قصاد عيني؟ زي ما عرفت تكمل حياتك بعد ما ابنك ما مات. وأنتي بتقولي إيه؟ انت قلت اللي عندك يا ثابت. انا بقى ما عنديش حاجة اقولها. انا مش عارفة اقول كلمتين على بعضيهم. انا لسه في واحد ميت تحت عندي في البيت، وعامله عمليه زرع لامي بفلوس. تحب بقى احنا الاتنين ننزل نبلغ عشان تعرف تصحى تاني يوم الصبح تكمل حياتك وتخرج خطيبتك بالليل؟ ايه يا حبيبتي؟ مالك، في حاجه؟ لا، عايزه انام بس في حضنك النهارده. يا سلام، يا بختي يا بختي يا بختي. كان يوم صعب، أنا عارفة. اه. ادعي لهم حبيبتي، ربنا يكرمهم. سابت ابن حلال، بس أنت بنت كويسة. ربنا يوفقه. كده أحسن. الستات كانوا عمالين يسألوني عليك كلهم النهاردة. الخطوبة دي هتجيب لك إحسان كتير، بس أنتي بطلي تفضلي تقولي لي أنا. مش عايزه حاجه غير اني افضل جنبك. مش عايزه اي حاجه تانية. عارفة يا هبة، أنتي تقدري تخلي كل حاجة في حياتك تبقى مظبوطة 1,000,000%، وأنتي مرتاحة ومن غير مجهود خالص. عارفة ازاي؟ اغلبي الضلمة اللي جواكي يا حبيبتي. بس الضلمة دي جبانة. عارفة تغلبيها ازاي؟ افتحي النور، هتكشف لك كل حاجة. النور هيوريكي كل حاجة جواكي بوضوح. كل حاجة متدارية هتطلع لك.
مش هتقدري بقى ساعتها تخبي أي حاجة، مش هتخبي حاجة على الناس ولا على نفسك. هتبقي كده عارفة ايه اللي هو ايه، يقولك الظاهر زي الباطن. ساعتها بس هترتاحي جدا. مش بس كده بقى، كمان في حاجة ألذ، محدش هيقدر عليكي أبدا، مستحيل. بس انا مش مخبيه حاجه. مفيش حد مش مخبي حاجة يا حبيبتي، احنا بس ربنا سترنا كلنا بصراحة. وبعدين مش شرط انك تبقي مخبية على الناس، على فكرة انت ممكن تكوني مخبية حاجة عن نفسك، يعني مش مسامحة نفسك مثلا. الخطورة في الحكاية دي انه الواحد بيفتكر بعد شوية انه باب السماح اتقفل خلاص، مفيش امل. وساعتها بقى هيهون في عينك كل حاجة وأي حاجة. عشان كده مهما حصل يا حبيبتي، ومهما شفتي كوارث وشفتي بلاوي، والله العظيم والله العظيم كله بيعدي. ربنا كبير يا حبيبتي وجميل رحيم لطيف. عارفة لو سامحتي نفسك هو هيسامحك، والله ده الشرط. بس انتي جمدي قلبك